بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي الحلوين شطار الصف السادس، أهلا بكم ومرحبا مع فيديو جديد وكنوز الرياضيات مس أحد صبري. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الثاني وهو ترتيب الأعداد الصحيحة والمقارنة بينهما. النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي نرتب الأعداد الصحيحة ترتيبا صحيحا مظبوط، سواء ترتيب تصاعدي أو تنازلي، والمقارنة بين الموجب والسالب. قبل ما نبدأ في الفيديو يا ريت ما ننساش الاشتراك في القناة وعمل المشاركة للفيديو عشان يوصل لكل الشطار الدكاترة المهندسين حبايب قلبي. يلا بينا، مش هطول عليكم، نبدأ بسم الله. النهارده هناخد ترتيب الاعداد الصحيحه. تمام، اول حاجه لو هنيجي نقارن بين الاعداد الصحيحه، ازاي اقارن بين الاعداد الصحيحه؟ قبل ما اقول لك طبعا المثال نعرف بعض الملاحظات وبعض القواعد اللي احنا هنمشي عليها. اول حاجه عند المقارنه بين الاعداد الصحيحه، ايه اللي المفروض ان انا اخده في الاعتبار؟ اول ما بقارن بين الاعداد الصحيحه تبقى عارف ومتاكد ان الاعداد دايما الموجبه والصفر هيكونوا طبعا اكبر من اي عدد سالب. يبقى دايما الاعداد الموجبه والصفر اكبر من اي عدد سالب. ولما باجي طيب لو العددين بقى سالب يا مستحر، يعني انا لو هقارن بين سالب وسالب اعمل ايه؟ اتفقنا الحصه اللي فاتت ان احنا دايما لما نيجي نقارن بين عددين او العدد السالب عامه دايما امشي معاه بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ يعني في العدد السالب مثلا هنلاقي الاكبر هو الاصغر والاصغر هو الاكبر، لاننا بنقول عليه سالب. يعني التسعه مثلا احنا ما بنقولش عليها اسمها تسعه، اسمها سالب تسعه. فسالب تسعه دي هنمشي معاها بالعكس، يعني بمعنى المفروض ان التسعه اكبر من 8. لا، في السوالب بقى لما اقول سالب 9 ولا سالب 8 الصغير هو الكبير. المفروض ايه؟ ال8 الصغيره بس لما تحط معاها السالب بقت هي الاكبر. يبقى السالب لما يجي يتحط مع العدد هيصبح كبير، هيصبح ايه؟ كبير. طيب نشوف مع بعض مثال عشان نفهم اكتر ونشوف الدنيا ايه. اول مثال معايا بيقول لي انا عندي 9 وسالب 4. زي ما قلت لك يا دكتور، اول لما تلاقي عدد موجب تبقى عارف على طول ان هو اكبر من اي عدد سالب. فانا لما اجي اقارن بين موجب وسالب على طول الموجب هو الكبير، الموجب هو اللي على طول هيفتح بقه. تمام. طيب عندي سالب 7 وسالب 3. يا مس سحر 2 بالسالب. ده مس سحر قالت اما يكون في السالب بنمشي بالعكس. يعني ايه؟ يعني مين فيهم الصغير؟ التلاتة. فالتلاتة لما تحط معاها السالب بقت هي الكبيرة. يبقى دايما حط في دماغك كده اشارة السالب نزلت مع العدد غيرته، بدل ما هو كان صغير بقى كبير. خلاص؟ تمام. ده لما يقارن بين 2 سالب، لكن طبعا الموجب اكبر من اي عدد سالب. طب عندي الصفر والقيمه المطلقه لسالب 7. دايما يا باشمهندس قلت لك القيمه المطلقه دايما تتفك. يعني ايه تتفك؟ يعني انا عندي هنا قيمه مطلقه لسالب 7، الاول افكها. اتفقنا ان القيمه المطلقه ما بتحبش السالب، بشيل السالب لاني استحاله لما انا اجي اعد المسافه عشان اوصل للعدد هعده بالسالب، فبتبقى دايما موجب. فالقيمه المطلقه لسالب 7. طيب عندي 7 وصفر، مين الكبير؟ طبعا الموجب اكبر من الصفر طبعا، معروفه. تمام. السبعه ولا الصفر؟ ده معروفه من اولى ابتدائي. السبعه طبعا هي الاكبر. طيب القيمه المطلقه لسالب 10 ولا 10؟ مس سحر قالت هنفك القيمه المطلقه، فهنفكها تبقى 10. 10 و10 يبقى ايه؟ يساوي. تمام. طيب القيمة المطلقة لسالب 4 ولا سالب القيمة المطلقة لسالب 5؟ نفكها. القيمة المطلقة لسالب 4. طيب القيمة المطلقة لسالب 5 بس خلي بالك يا شاطر، قبلها علامة السالب تنزل زي ما هي، انا ماليش دعوة بيها. يعني محدش يقول ايه ده السالب ده القيمة المطلقة مش بتحبه. لا، القيمة المطلقة ما بتحبش سالب، القيمة المطلقة نفسها اللي جواها، السالب اللي جوه ده هو ده اللي انا ماليش دعوة بيه ولا كأنه موجود. لكن لو في سالب بره ينزل زي ما هو، ماليش دعوة بيه. يبقى انا عندي دلوقتي دي بقى اسمها سالب 5. طيب مين الأكبر؟ طبعا قلنا الموجب هو الأكبر. طيب سالب 5 ولا الصفر؟ قلنا الصفر هو والعدد الموجب أكبر من أي عدد سالب. شفتوا الموضوع سهل ازاي في المقارنة؟ ما تنساش القواعد دي وانت هتلاقي المقارنة معاك سهلة بإذن الله. طيب لو أنا مثلا عندي خط الأعداد أهو، لاحظ بقى إن دايما الأعداد الموجبة
جهة اليمين والأعداد السالبة جهة الشمال. فدايما كل ما نتجه لليمين الأعداد بتزيد فبتبقى هي الأكبر، كل ما اتجه شمال الأعداد بتقل فطبعا بتتناقص على خط الأعداد. فمثلا لو أنا عندي ألف وب وجيت قلت لك يا شاطر مين الكبير؟ إحنا لسه قايلين اللي جهة اليمين هو الأكبر، فعندي الألف والباء، مين الأكبر؟ الألف أكبر من الباء. يبقى دلوقتي لو جيت قلت لك وحطيت لك رموز اوعى تقلق وتقول إيه ده الرمز؟ أنا أعرف مين دلوقتي الكبير؟ أنا أعرف د ولا ب ولا ج، مين السالب ومين الموجب؟ أنت بص على خط الأعداد، كل ما اتجهت جهة اليمين يعتبر العدد أكبر، كل ما اتجهت جهة اليسار تعتبر الأعداد بتتناقص أصغر. تمام؟ طيب نشوف مع بعض مثال برضو حلو جدا. بيقول لي اكتب مجموعة الأعداد الصحيحة الأكبر من -2 ومثلها على خط الأعداد. طيب ازاي اكتب أو أحل السؤال ده يا شطار؟ أولا كلمة مجموعة يعني نعمل قوس مجموعة، ده أول حاجة. طيب هعمل قوس مجموعة، إيه اللي أكبر من -2؟ إيه ده مش صح لسه قايلة الأكبر من -2، يعني أنت هتتجه جهة اليمين عشان أنا عايزة الأكبر. إيه الأكبر من -2؟ -1. ها واللي بعدها 0. وبعد كده كل الأعداد الموجبة 1 2 إلى ما لا نهاية. طيب ازاي امثلها على خط الاعداد؟ ترسم خط اعداد عادي جدا، نكتب هنا 0 -1 -2 1 2 3 4 5 وهكذا. احنا قلنا ايه اللي اكبر من -2؟ -1. بنطلع كده ونعمل سهم ماشي على طول علشان الى ما لا نهايه. فهمنا بتتعمل ازاي؟ انا كتبت المجموعه -1 0 1 2 الى ما لا نهايه، كل الاعداد الموجبه اكبر من -2. اما تيجي تمثلها بنعمل كده نقطه واطلع بيها شرطه كده وامشي بيها خط الاعداد. طب ليه انا مشيت بيه كده على طول؟ عشان الى ما لا نهايه كل الاعداد الموجبه بقى كل الاعداد تعتبر اكبر من -2. فهمنا؟ تمام. ننقل على اللي بعده. طيب في سؤال يا مس سحر ممكن يجي لي يقول لي العدد السابق والتالي، ازاي اقدر اجيب السابق او التالي؟ بص بقى، صلي على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. لما تيجي تجيب العدد السابق والتالي برضو في الاعداد الموجبه عادي جدا، معروف ايه اللي قبل الخمسه ايه اللي بعد الخمسه وهكذا. اما في الاعداد السالبه بنمشي بالعكس. يعني ايه كلمه بمشي بالعكس؟ احنا اتفقنا خلاص عدد سالب همشي بالعكس. نفهم بقى، انت دلوقتي جيت -9، سالب كام؟ 9. عايز اعرف ايه السابق والتالي -9. هنمشي فيها بالعكس. يعني ايه؟ احنا اتفقنا يا شطار اللي يعتبر اكبر واصغر في حكايه السوالب، طب التالي والسابق امشي فيها بالعكس. بمعنى انا دلوقتي -9 عايزه اعرف ايه السابق. نمسك الاول السابق. ايه السابق -9؟ طب احنا عارفين ان انا لو قايله 9 من غير السالب، ايه اللي قبل ال9؟ 8. طب ده في الموجب، لكن بقى في السالب امشي بالعكس. هتقول في السابق ايه اللي بعد ال9 مش ايه اللي قبل ال9. فكلمه سالب كلمه سابق دي مفروض قبل ده في الاعداد الموجبه. طب الاعداد السالبه ايه اللي بعد ال9؟ 10، بس هنحط لها سالب فهيبقى السابق -9 -10. تمام. طيب ايه التالي ل-9؟ كلمه تالي يعني خد اللي قبل ال9. ايه اللي قبل ال9 بس في السوالب؟ ركز في نقطه سالب. ايه اللي قبل ال9؟ 8، يبقى التالي -9 -8. تمام. طب نقول واحده كمان -23. تمام. مس سحر قالت سابق يعني اجيب اللي بعد ال23. ايوه ده في السوالب. اللي بعد ال23 يعني السابق دي هعتبرها بعد مش قبل. يبقى سالب اللي بعد ال23 24. طب التالي يعني اللي قبلها يبقى -22. طيب الصفر ايه التالي ليه؟ العدد الموجب اللي هو الواحد. طب ايه اللي قبله؟ -1. يبقى الصفر التالي ليه العدد الموجب 1، السابق ليه -1. طب ال15؟ لا ال15 دي موجب عادي جدا، السابق يعني اللي قبلها والتالي يعني اللي بعدها. ايه السابق لل15؟ 14. وايه التالي لل15؟ 16. شفتوا بقى الموضوع سهل ازاي؟ بس دايما حطي في دماغك
مستحر قال السابق في السوالب يعني اللي بعده، والتالي يعني اللي قبله، اما في الموجب والصفر نمشي عادي جدا. تمام. طيب ننقل على اللي بعده. رتب الاعداد الاتيه ترتيبا تصاعديا وتنازليا. بص يا شاطر انت وهو، لما تيجي ترتب تصاعدي او تنازلي حط في دماغك بقى انت هترتب انهي الاول، تصاعدي ولا تنازلي؟ طب كان طالب تصاعدي. بصوا بقى يعني ايه تصاعدي؟ كلنا متفقين طبعا وعارفين ان التصاعدي من الصغير للكبير. فلما تيجي ترتب تصاعدي حط في دماغك ان انت الاول هتبص على السالب، بعدين الصفر، بعدين الموجب. لكن لو انا هرتب تنازلي ابص الاول على الموجب، بعدين الصفر، وبعدين السالب. طيب نفهم اكتر بمثال. رتب تصاعديا يعني من الصغير للكبير. طيب مستحر قالت كلمة تصاعدها من الصغير للكبير ابص الاول للسالب. طبعا هيبقى عندك ارقام بالسالب وارقام بالموجب وكده، هبص الاول للسالب. طيب قبل ما تبص للسالب هتبص للمثال. في عندك الاول قيمة مطلقة، في قيمة مطلقة لسالب 9، دي نفكها الاول. عود نفسك اي قيمة مطلقة عندك سواء في الترتيب او المقارنة تتفك الاول. طيب انا كده فكيتها ب9 لان هي 9 مش سالب 9. هنيجي بقى نرتب تصاعديا نبص للسوالب الاول. انا عندي سالب 5 وعندي سالب 10، مين فيهم الصغير؟ ده مستحر قالت في السوالب نمشي بالعكس، يعني الكبير هو الصغير، يبقى سالب 10 الاول، وبعدين سالب 5، وبعدين الصفر. بعد كده مين الصغير؟ ال9 ولا ال15؟ طبعا القيمه المطلقه لسالب 9 اللي هي ال9، وبعدين ال15. الموضوع سهل ان شاء الله. ننقل على اللي بعده. رتب تنازليا. مستحر قالت رتب تنازليا يعني من الكبير للصغير. طب حلو قوي. طيب الاول في قيمه مطلقه لسالب 7. طيب مستحر قال عشان ارتب تنازلي ابص للموجب الاول، وبعد كده الصفر، وبعد كده السالب. طيب مين هنا الكبير في الموجب؟ ال15 ولا ال12 ولا ال7؟ طبعا ال15. بعد كده ال12، بعد كده القيمة المطلقة لسالب 7. بعد كده بقى مين فيهم الكبير؟ الصفر، وبعد كده سالب 7. يبقى رتب تنازليا من الكبير للصغير. فأكبر حاجة عندي ال15 الأول عشان بالموجب، يليها ال12، يليها القيمة المطلقة لسالب 7، بعد كده الصفر، بعد كده سالب 7. شفتوا بقى الدنيا سهلة ازاي؟ أنا قلت لك إن شاء الله مع كنوز الرياضيات أكيد هتفهم وتحب الرياضيات. بكده حبايبي الحلوين يكون خلصنا الدرس الثاني اللي هو ترتيب الاعداد الصحيحه والمقارنه بينهما. بس طبعا احنا مش هنقفل الفيديو على كده، لازم نحل تقييم مع بعض. تمام؟ ده تقييم انا عاملاه على الدرس الاول عشان برضو تبقى مراجعه للدرس الاول والدرس الثاني، الدرسين مع بعض. تعالوا بقى نحل كده مع بعض. نبدأ بسم الله. أول حاجة سؤال عندي بيقول لي أكمل العدد التالي لسالب 7. مستحر قالت سالب. كلمة التالي يعني اللي قبل ال6، فركز معايا. اللي قبل ال7 ماشي، اللي قبل ال7 6، يبقى العدد التالي للعدد سالب 7 يبقى سالب 6. تمام؟ طيب صاد تقاطع. بصوا يا شطار، عند التقاطع خدنا الحصه اللي فاتت وفهمنا تقاطع يعني المشترك. ايه المشترك بين صاد وطه؟ ايه المشترك بين الاعداد الصحيحه والاعداد الطبيعيه؟ حطي دايما في دماغك لما يبقى عندك مجموعه كبيره ومجموعه صغيره دايما التقاطع يديني المجموعه الصغيره. مين فيهم الصغير؟ طه. طيب نفهمها بطريقة تانية. صاد اللي هي الأعداد الموجبة اللي هي 1 و2 و3 وكده، والصفر والأعداد السالبة. طيب طه بقى اللي هي 0 1 2 3 لما تتقاطع مع صاد كلها هتتقاطع في ايه؟ المشترك ما بينهم، المشترك الصفر والواحد والاثنين والثلاثة إلى ما لا نهاية، دول اسمهم ايه؟ طه. يبقى دايما حطي في دماغك التقاطع يدينا المجموعة الصغيرة، الاتحاد يدينا المجموعة الكبيرة. تمام؟ طيب القيمة المطلقة لسالب 9 أقول له 9. أصغر عدد صحيح موجب، اتفقنا أصغر عدد صحيح موجب الواحد. صاد فرق طه. صاد لما أشيل منها طه
اللي هي الصفر والواحد والاتنين، هيتبقى فيها ايه؟ صاد سالب. تمام. العدد السابق للصفر، نخلي بالنا احنا قلنا السابق عادي جدا سالب واحد والتالي الواحد، السابق سالب واحد. طيب السؤال اللي بعده، اختر صاد موجب تقاطع صاد سالب. اتفقنا يا شطار اي تقاطع مفيش مشترك بين الموجب والسالب، على طول اي تقاطع بين اي مجموعتين موجب وسالب يبقى الاجابه فوق. طيب القيمه المطلقه لسالب 10 زائد 5 افكها، القيمه المطلقه سالب 10 و5 15. طيب سالب 7 سالب 1 نصحر قالب، اما يكون رقمين بالسالب الصغير هو الكبير. تمام. عدد بقى الاعداد المحصوره بين سالب 2 و3. بص يا شطار ازاي دايما اجيب الاعداد المحصوره ما بين اي عددين. زي الشاطر كده ارسم خط الاعداد، هنكتب الارقام اللي هو مديهالي. طبعا هنا مجموعه الصفر في النص، سالب 1 سالب 2 سالب 3 1 2 3 4 وهكذا. هو عايز ايه؟ ركز، عايز سالب 2 والتلاتة. تعمل كده خط، تنزل تعمل خط على سالب 2 وخط على التلاتة. ايه اللي محصور ما بينهم؟ اللي موجود ما بينهم سالب 1 والصفر وواحد واتنين، عددهم كام؟ 4. تمام. يعني سهله جدا، اي اعداد محصوره اسم خط الاعداد وشوف ايه اللي في النص ما بينهم هما الاثنين. طيب رتب تصاعديا، بالصحر قالب تصاعديا من الصغير للكبير، ولما باجي ارتب من الصغير للكبير ابص للسالب الاول. عندي هنا سالب 9 وسالب 15، بالصحر قالت الصغير هو الكبير، يبقى هنا الكبير هو الصغير. طب انا هرتب صغير يبقى سالب 15 الاول، بعد كده سالب 9، بعد كده 16، اخر حاجه 17. شفتوا التقييم سهل وحلو ازاي؟ ما تنسوش الاشتراك في القناه وعمل مشاركه للفيديو، ويا ريت نكتب التقييم ده ونحله تاني. وان شاء الله دايما في كل فيديو معانا هيبقى معانا تقييمات على الدروس اللي فاتت. اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا فهمتوا والدنيا بقت سهله بالنسبه لكم، واستناكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ومع مس سحر صبري. يلا مع السلامه، باي باي.